ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده جبت لكم الجزء الثاني او الفصل الثاني من كتاب العادات الذريه. بس قبل ما نبدا ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ومن غير كلام كتير خلونا نبدا. اول حاجه هنبدا الكلام فيها في اول فصل من كتاب العادات الذريه هي تغيير مسار الفريق الانجليزي. بس قبل ما نبدا الكلام في النقطه دي لازم نعرف ايه هو الفريق الانجليزي، وده اللي هيخلينا ننتقل للنقطه الثانيه. والفريق الانجليزي للدراجات ده كان فريق متواضع جدا، وده معناه ان هو كان بيخسر كتير، لدرجة ان في شركة من الشركات رفضت ان هي تتعاون معاهم او ما حبتش ان هي تتعاون معاهم بسبب ان هم بيخسروا كتير، لانها كانت خايفة ان الرياضيين التانيين اللي متعاقدين مع الشركة دي يشوفوا ان هم يعني يتعاونوا مع الفريق ده اللي هو الفريق اللي بيخسر كتير، ينتقلوا شركة تانية توفر لهم الحاجات اللي هي العجل او موارد، يعني اللي بتساعدهم ان هم مثلا يجوا يلعبوا. الشخص اللي غير مسار الفريق ده اللي هيخلينا ننتقل للنقطة اللي بعديها. والشخص اللي غير مسار الفريق ده هو مدرب، والمدرب ده اسمه بريلسفورد، لانه ببساطة ركز على ابسط الحاجات اللي ممكن تتخيلها، زي مثلا ان هم خلاهم يعيدوا تصميم الكراسي بتاعه الدراجات عشان تكون مريحه اكتر لما يجوا بالعجله، او ان هم خلاهم يمسحوا العجلات بتاعه العجله يمسحوا بالخل عشان تكون ثابته اكتر لما يجوا يجروا بيها. وهو ده يعني ايه، ركز على ابسط الحاجات. تمام، هتقولي دلوقتي احنا عرفنا مين المدرب بتاع الفريق الانجليزي للدراجات، وعرفنا مين الفريق الانجليزي ده اصلا، واتكلمت عنه وخلصت. ايه اصلا علاقته بفكره العاده الذريه، واصلا ايه علاقته بالكتاب؟ هقولك ان هما مرتبطين جدا ببعض، لان احنا عايزين نوصل ان احنا نحاول نطور في نفسنا كل يوم حتى لو 1%، ولو اللي هو عايز يطور نفسه لو 1% كل يوم، وده اللي احنا عايزين نوصل له، ان احنا نحاول ان احنا نطور من نفسنا كل يوم ولو 1% بس. يعني على نهاية الشهر هتوصل ل30%. في أول 100 يوم، أول 150 يوم هتكون حققت 100% من الهدف اللي انت عايز توصل له. زي مثلا ان انت لو عايز تتعلم لغة بايثون، أو عايز تتعلم لغة الإنجليزي أو أي لغة، فرنساوي ألماني أسباني أي حاجة، المهم. ولو انت عايز تتعلم أي حاجة تحاول تطور نفسك النقطة دي كل يوم ولو 1% بس. يعني مثلا فجيت اتعلمت الإنجليزي، هتعلم مجموعة كلمات، والمجموعة كلمات دي هتدرب عليهم، كده طورت نفسي 1%. في نهاية الشهر وصلت ل30%. في أول 100 يوم أو 150 يوم هكون وصلت ل100%. بعد 200 أو 250 يوم هكون حققت هدف تاني ممكن برضو ان احققه، يعني هيكون عدى 200 أو 250 يوم. قول 300 يوم في ان انت تعمل هدفين أو 3 أهداف، تطور نفسك في هدفين أو 3 أهداف. وكمان ممكن يعني يتبقى أيام تحقق فيهم حاجات مش محتاجة شغل كتير، أو ان انت تكمل عليها من السنة اللي بعديها. زي مثلا يعني هيكون متبقي 65 يوم متبقيين، ده ممكن تطور بنفسك فيهم 65%. ده اللي احنا عايزين نوصله، زي ما انا قلت، ان انت تطور نفسك كل يوم ولو 1% بس، وده يعني على مدار السنة هيفيدك جدا. كده نكون خلصنا الكلام عن الفريق الانجليزي للدراجات والمدرب وكل الحاجات اللي احنا قلناها من شوية. ودلوقتي هنتكلم عن ليه العادات البسيطة او الصغيرة بتحقق نتائج عظيمة او كبيرة، او بتحقق فرق كبير. جيمس كلير في الجزء ده بيقول ان 1% في اليوم افضل من 20% في اليوم الواحد وتقطع. يعني انت مثلا، انا مثلا في حالتي انا لما اجي بنزل، ممكن انزل فيديوهين في الاسبوع او 3 فيديوهات، ممكن اقطع شهر كامل وما انزلش اي فيديوهات، وده اللي انا بحاول اصلحه مع نفسي. وده اللي ممكن برضو انت تكون دي مشكلة بالنسبة لك، لان مثلا انت لو انت عايز تعلم برامج مونتاج مثلا بتعلمها من حد، فاخدت اول سيشن او اول فيديو في تعليم البرنامج ده، وبعد كده في اليوم اخدت 5 سيشنز او اخدت 5 فيديوهات وتعلمت كتير. يعني 5 فيديوهات ممكن تعلم فيهم حاجات كتير. وقعدت بعديها شهر او 3 شهور ما فتحتش البرنامج ولا اتدربت عليه ولا اخدت سيشنز تانية ولا عملت اي حاجة، لان قليل دائم خير من كثير منقطع. وبعدين اصلا لو انت اخدت 5 سيشنز او
عدد يعني من الفيديوهات في البرنامج ده او في المجال ده، وبعد كده قطعت لمدة شهر او شهرين، هتيجي تفتح البرنامج تاني مش هتفتكر اي حاجة من اللي انت عملتها. ودلوقتي داخلين على جزء تراكم العادات، وهنتكلم عن تراكم العادات وحاجات تانية كتير. اول حاجه تراكم العادات ده بينقسم لنصفين. اول نصف او اول قسم هو تراكم ايجابي او التراكم الايجابي، وده اللي هنتكلم عنه اول حاجه. وتاني قسم وهو التراكم السلبي. اول حاجه التراكم الايجابي، والتراكم الايجابي ده يعني مثلا زي تراكم الانتاجيه، ان انت لو انت زي ما احنا قلنا، يعني مثال حي زي ما احنا قلنا، لو انت طورت كل يوم من نفسك 1% في المجال اللي انت عايز تتعلم فيه، هتتراكم الانتاجيه دي او هتتراكم 1% دي لحد ما تبقى 50%، بعد كده تتراكم 50% دي لحد ما تبقى 100%، وتكون كده حققت الهدف اللي انت عايز توصله. وده من أمثلة التراكم الإيجابي. إنما بقى التراكم السلبي زي مثلا تراكم الضغوطات، وتراكم الضغوطات ممكن يحصل لك، يعني يحصل فيه حاجات كتير، زي مثلا إن أنت تتضغط نفسيا وعقليا وجسديا، وإن أنت مش هتركز في أي حاجة حرفيا، لأن نفسيتك متأثرة بالسلب على الحاجات اللي بتحصل لك. وده اللي انت ممكن تحاول ان انت تتجنبه، ان انت ما تراكمش الضغوطات، وحاول تفكر في حل لكل مشكلة بتواجهك، ومتقفش متسمر قدام كل مشكلة وحاول تحلها، او حاول ان انت تشوف لها حلول عشان تبعد عن المشكلة دي. لان انت لازم تشوف حل المشكلة، لان انت لو فضلت ضاغط نفسك في المنطقة بتاعة المشكلة دي، هيحصل لك هتتأثر نفسيا بالضغوطات دي، هتأثر على حياتك، على شغلك، على كل حاجة حرفيا في حياتك، حتى على نومك. يعني انا مثلا لو انت مضغوط زي ما انا قلت من شوية، ممكن ما تعرفش تنام، وده ممكن اللي يأثر عليك برضو. فهي حاجة بتجيب حاجة، هي عبارة عن دورة ضغوطات. فانت لازم تحاول تتجنب المشكلة دي في اقصر وقت ممكن انت تقدر عليه. من امثلة التراكم السلبي زي ما قلت تراكم الضغوط، والضغوط ممكن تتراكم منها احباط وعدم انتاجية، وتأثر على استمراريتك او انتاجيتك في شغلك او في اي مجال انت شغال فيه. وبرضو تراكم الاجهاد، ان انت تكون مجهد، لان زي ما قلت التراكم السلبي ده بيأثر على نفسيتك بالسلب. وبكده نكون خلصنا الفصل الاول، ودلوقتي هننتقل لملخص الفصل الاول. اول نقطة، التحسين البسيط بنسبة 1% كل يوم هيكون ليه اثر عظيم جدا على المدى البعيد. تاني نقطة، العادات عبارة عن سلاح ذو حدين، ممكن ان انت تخليها تشتغل في صالحك او تعمل في صالحك، او ان انت تخليها ضدك. ثالث نقطة، اي عملية تراكمية بتيجي متأخر، يعني ان انت تطور نفسك 1% ده هيجي بعد 100 يوم، وده طبعا مستاهل. وكل ما عليك الا ان انت تعمل حاجتين بس، ان انت تسعى وان انت تكون صبور. رابع نقطة واخر نقطة، وان العادات الذرية عبارة عن وحدات بتبني نتائج عظيمة. بس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك متنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو انت عندك اي فكرة فيديو ما تنساش تكتبها لي تحت في الكومنت، وانا ان شاء الله هحاول نعمل عنها فيديو. وسلام.